ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. طبعا اول حاجه بعتذر عن الصوره، والله كانت غصب عني، بس انا ما كنتش عايزه انزل فيديو، بس قلت انزله لاني بلاحظ ان الناس يعني ايه اللي هو انتي بتاكليش الا لحمه وفراخ، مع ان انتوا ما تعرفوش حاجه. انا مش بحب مثلا انزل لكم اكل اي كلام، بس انا خلاص قررت ان انا اشارككم حياتي وهنزل لكم كل يوم الاكل اللي انا باكله. ماشي. اول حاجه هو النهارده بقى قلت نعمل شعبي كده، وجبت بطيخه وحطها في التلاجة تسقع، وقلت قشرت بطاطستين، وقلت ايه طاستين بطاطس ولا حاجه، ونشوي بتنجان نعمل بابا غنوج. ماشي. وكان عندنا اللي هي علبه جبنه اللي هي الروسي دي بالجبنه القديمه، ما انصحكوش تجيبوها، طعمها مش حلو جدا، يعني الحقيقه مش حلوه. يعني هي يعني ما تتاكلش غير مثلا بطماطم والكلام دوت، لكن تاكل كده مش طعمها مش لطيف خالص بصراحه. ما انصحش حد انه قطعت بقى طماطم وخيار قطع كذا قطع صغيره وفلفل وحطيت بقى ايه نص اللي هي الجبنه، نص العلبه، واحط بقى هنا شويه زيت اهمت حاجه حوالي معلقه زيت كده، ودي اهو زي ما انتم شايفين. هنا بقى كان خلاص بابا الغنون استوى. مش بعرف اقوله بصراحه، بتنجان مشوي عشان ابقى صريحه معاكم، يعني عشان ايه ولا احنا مش هنصنع الكلام يعني. انا هقول الكلام بايه زي بطبيعتي يعني، بمعنى اصح. هنا بقى هرسته بالبتاع، احط بقى عليه كده طحينه كتير، وبيحب الطحينه و... وهقطع قرن او شويه، كان عندي بقدونس كده متقطع في التلاجة يعني، فقلت ايه حرام فاحط عليه يعني. وهنا بقى اقطع قرن فلفل دوت، وحطيت شويه شطه وشويه زيت وشويه دقه طبعا او ملح، يعني ايه اللي انت عاوزينه. بس اهو زي ما انتم شايفين كده، ادي الجبنه وادي الطماطم. هتقولي بقى اللي جاب القلعه جنب البحر، اقولك والله مش عارفه، هي نفسي راحت له كده. الكيلو عمل منه 50 جنيه، يعني الحته دي كان عامله 25 جنيه. فحتى جوزي استغرب، قال لي ايه اللي جاب ده جنب ده، فانا قلت له انا هاكل دوت. طبعا هم قالوا مش هناكل سردين، احنا هناكل ايه جبنه وبطاطس والكلام ده. فانا تحسوا ان اغراني ولا ايه، فما صدقت يعني ان هو انا اني بحب السمكه دي اللي هي السمكه اللي هي الدلعه جدا، وما فيهاش قشر، واللحم بتاعها طري. فانا طبعا صدقت طبعا، بس يعني لقيته فقمت جايبه ايه قطعه واحده بس، ما كترتش عشان ما نزفرش الدنيا وكده. فقلت اعمل طبعا هنا بقى همسكه آه، اعمل ايه، هغسل طبعا الرخامه وهقشر بقى كل الحاجات الزوايا ديت وايه، واحط بقى كده وايه، وهوريكم انا بقى هقسمها نصين، وهشيل اي زيادات بقى ايه منها اللي هي الحتت ديت. ماما هظبطها يعني وهتشوفوها، فما تستغربوش بصراحه ايه اللي جاب القلعه جنب البحر مش عارفه. بس عايزه احكي لكم موقف. هو اللي انا شايفاه من دول اللي هو الترند اللي هو الفيديو بتاع القطه ده. انا حصل معايا موقف امبارح، والله ان انا لو كان الموبايل مشحون انا كنت صورت اني قطه صغيره والده عندنا. فالمهم دخلت جوه عندي في الشقه، فالمهم امها قعدت تصوصو كتير جدا ليها، فانا طبعا خفت المسها لان هي كانت عينها وجعاها مش بتشوف قوي. فانا طبعا ما بحبش يعني مش بخايف او ما رضيتش المسها، فتحت لها الباب على الاخر، وطبعا هقول لامها ايه خشي، يعني هي مش عارفه بقى هي كانت فاهماني ولا مش فاهماني. فطبعا اقول لها ايه خشي. تخيل اول ما شافت بنتها عملت ايه، والله قامت بايساها وقامت واخده بعضها وقامت طالعه على المكان بتاعها. انا بقيت اقول سبحان الله يا رب، يعني كاني كان شفتي ابنك اللي بقاله كتير بعيد عنك واول ما شافك حضنك وبسك، سبحان الله والله. فيعني هي عايشه معانا في البيت، بس احنا مش بنأذيها ولا هي بتأذينا، يعني هي ايه قاعده في شقه فاضيه فوق لوحدها، فاحنا مش بنأذيها يعني، فعادي. ولما بيكون مثلا عندي اكل مثلا يعني حاجات ينفع تاكلها مثلا، يعني حاطه لها عيش فوق وحاجات من دي. هنا بقى البطيخ طبعا قشرته وايه والبطاطس هي كانت اتحمرت، والبطيخ طبعا قطعته مكعبات كده، او حطيت بحت الجبنه، وكان في طماطميه وخياريه كده اهوت، واللي حط طبعا ليمون جنب السردين. بس اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.